شايفين الكوارع يا جماعة جميلة شكلها عامل ازاي ومستوية بقى دايبة دوب خالص زي المهلبية. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقة. السلام عليكم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معانا النهاردة اكلة الكوارع او المقادم زي ما بتقولوا في الدول العربية. نغسله زي القشطة ومية مية زي الفل. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف الطريقة بتاعتنا هتقول لنا ايه. هجيب معايا حلة بقى حلوة كده واحط فيها معلقة زبدة او مكعب زبدة واسيبه يسيح على النار زي ما انت بس ما تسيبوش على الاخر بقى ياخد راحته عشان ما يتحرقش منك. معايا انا راسين توم جامدين جدا كبار وانا مسكتهم فرمتهم. هاخد منهم معلقه حلوه بعشم كده واحدفها في قلب الزبده واقلب بقى. ايدك بقى في الليله دي ما تطلعهاش من الحله خالص، ايدك فيها على طول عشان خاطر التوم ما يتحرقش. وهرش عليه رشه فلفل اسود. تمام وهقلبه. يا عالتوم بقى لما تشوحيه في حته سمنه او زبده كده وترش عليه شويه فلفل اسود. خطير خطير. معايا بقى الكوارع بتاعتنا النضيفة اللي زي الفل. هشوحها بقى في التومة تاخد نفس التوم وهو خارج كده. رهيبة رهيبة والله كانت ريحتها طالعة قلب الدنيا. هقلبها كويس جدا جدا كده بقى تاخد نفس التوم وهو بيتشوح كده في الزبدة بتبقى رهيبة. ما تاخد الصدمة بتاعتها في قلب التوم والزبدة بالفلفل الاسود كده ملهاش حل. هرش عليها رشة كزبرة ناشفة. انا مش هكتر توابل خالص، انا عاوزاها بطعمها الطبيعي. الكزبرة الناشفة بتبقى جميلة أوي بتديها كده شمخة حلوة مع الفلفل الأسود. مش هحط توابل تانية أزيد من كده غير جوز الطيب وورق لورا فقط لا غير. هقلب أنا بقى إيدك فيها على طول ما تسهيش عنها عشان خاطر التوم ما يتحرقش أو الكوارع تلزق منك في الحل. لأن هي مفيهاش سوايل تسردها أو تنزلها. فهقلب بقى أقلب إيدك فيها كده تتشوح كده إيه خمس خمس ست سبع تمن تسع دقايق كده وانت محطها على عين وسط. جربي الكوارع بالطريقة دي بقى ملهاش حل. هخرجها بقى من الحلة. جامدة 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 كانت ريحتها فظيعة تتاكل حية كده نية كده ولا ايه. خلاص انا غسلت نفس ذات الحلة بعد التشويحة الاولانية وهحط فيها مكعبين زبدة وهسيبهم يسيحوا كده الاول اهو. وهحط فيها بقية التوم اللي كان معايا توم مفروم كده جميل. وهقلبها بقى في الزبدة زي ما انت شايفة كده وعليها رشة فلفل اسود برضو. وقلبي كويس جدا. معانا الكوارع بتاعتنا الجميلة. هشوحها للمرة التانية مع التوم برضو. لان هو الكوارع والحاجات دي بتاعت حلويات المذبح دي بتحب قوي التشويح في التوم. دي رشة كزبرة ناشفة برضو. هحط عليها بقى عصير الطماطم اللي انا خلطاه ومجهزاه. 4 طماطميات حلوين وتضربوهم في الخلاط كويس. وهقلبها بقى. انا هسيبها كده بقى في الطماطم بقى والتوم كده واسيبها تتسبك معاهم من غير اي مية دلوقتي. هي حلاوتها كده اما تاخد معاهم لفة حلوة تبقى جميلة تتشوح معاهم كده ما اقولكيش. دي رشة سكر خفيفة. رشة سكر بتعمل توازن في الطماطم. ثانيا بتساعد على السوا بسرعة. هسيبها 5 6 7 8 9 دقايق كده على ما الاقي الطماطم رايحة تتسبك. هزودها بقى. دي رشة بابريكا عشان لو عاوزة تعملي توازن في اللون برضو. لو الطماطم بتاعتك مش حمرا قوي حط لها معلقة بابريكا. هي كده قعدت معايا 10 دقايق على النار. اوعي تحطها على نار عالية
يعني خلي العين اللي دايما عين البوتاجاز على الوسط. دي بلحة جوز الطيب هبشر منها شوية مش كتير. لا اله الا الله. كده تمام، هي كده تمام، والطماطم اتسبكت والكوارع اتسبكت فيها وكده وخدت راحتها معاها خالص. هزودها بقى يعني الميه اللي هتحطيها دي بتحت السوا. يعني اعملي في حسابك الميه اللي هتزودي بيها الكوارع تستوي فيها للاخر، يعني مش كل شويه بقى تسقسقي بق ببق كده، طعمها باظ والدنيا باظت. هي تحط العيار بتاع الميه مره واحده وتقفلي. ورقتين لورا، وما تحطلهاش ملح دلوقتي. لما تلاقيها دخلت على سوا حطي لها الملح. كده خلاص. هي كده خدت على النار، استوت وشبعت سوا تمام. بعد ما تغلي معاكي بقى علي النار براحتك بقى وعيشي حياتك قد لما زودتيها ميه خلاص. خلاص استوت يا جدعان، شايفين المنظر. كانت جامده 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 جامده. انا بشوفها بجوع. كانت جميله جدا وكان طعمها فظيع. عملت لها بقى شويه فته حلوين. ودي كانت النهايه بتاعت الاكله الجميله بتاعتنا. فاخر من الاخر محدش يقول لي حاجه بقى. طبعا ما تنسوش اللايك، الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام في الاهم في الاول، واللايك والاشتراك في القناه وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. لا هي كانت دايبه خطيره خطيره خطيره. وبتسيبها بقى تستوي لما تاخد راحتها خالص. كانت استوت وسابت بعضها ازاي. هي الكوارع ما بتستوي وتبقى سواها زياده كل ما زادت حلاوه. يا رب يكون عجبتكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه. باي، مع السلامه.